السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا عشان ما اطولش عليكم انزلوا حطوا اللايك واشتركوا ويلا بينا. انا اشتريت الخمار دوت عشان خاطر رمضان بقى والصلاة، ولو رحت صليت مرة في المسجد او حتى في البيت. وكمان شكله بناتي كده، والكسر اللي فيه الجميلة دي عجبتني قوي بصراحة، يعني مش زي بتاع الستات الكبيرة، لا بناتي كده. واشتريت المغناطيس ده، اللي هو الورق اللي انا وريتها لكم ده، هو بيبقى لازق في قلب الورق وبيتفك. ف زي ما انتوا شايفين بقى كده في قلبه، اللي هو الراجل القلبوز ده مش عارفه اسمه ايه، وبوجي وطمطم وفانوس رمضان، وفي قلبه بكار. وانا جايباهم بصراحه ايه، يعني احطهم على الفريزر بتاع التلاجة، مره على الفريزر التاني اللي هو الديب فريزر، يعني كده. فشكلهم حلو قوي بصراحه وعجبوني. كانوا تقريبا كنت جايباهم ب8 جنيه او ب9 جنيه، فحلوين يعني. وده والبتاع ده اشتريته برضو للتلاجة، مفرش للتلاجة جميلة. كنت جايباها تقريبا ب15 جنيه برضو او 13 جنيه، حاجة زي كده. دمت 4 وحدات بس جمال وتقال. انا كان في اشكال بقى بتاعة رمضان، انا جايبه طبعا الحاجات دي كلها عشان خاطر ايه، رمضان وكده، يبقى تغيير يعني في المطبخ وكده. بس كان في شكل بتاع رمضان، بس كانوا خفاف قوي يعني، بس كانوا حلوين برضو. بس انا قلت دول ايه عشان يبقوا تقال شوية ويستحملوا ايه، يقعدوا شوية يعني. وجبت برضو اللزقة دي الرسمة بتاعتها عشان خاطر الزقها على الازاز بتاع البوتاجاز، منها تدي شكل حلو، ومنها كمان ان انا لما اجي اصور الازاز بتاعي، الازاز يعني بتاع البوتاجاز بيعكسني، بيبين في الكاميرا، بيبيني وانا ورا الكاميرا يعني. فقلت منه برضو يبقى شكله حلو على الازاز وكده، ومنه اني ما يبينيش في الكاميرا وكده. بس شكله جميل. كان في شكل تاني وكان عاجبني قوي قوي قوي، بس كان مش ما كانش هيمشي مع المطبخ بتاعي قوي يعني بصراحة. كانت الوان، كان هما لونين بس في بعض، وما كانش هيمشي ايه مع المطبخ بتاعي. فقلت عايزه اجيب دي مره ولشكل تاني مره وكده. المهم ان انا هلزقها زي ما انتوا شفتوا كده. ارجعوا ايه، لا مش هترجعوا المره دي، مش هترجعوا المره دي بقى، استنوا ايه الفيديو اللي بعد ده على طول، عشان هيعجبكم قوي. هننضف فيه المطبخ ونظبطه كده. وهنا بقى دي بقيه المشتريات ايه بقى. جبت مكرونات وجبت لوبيا. والمهم انا ناسيه، فتعالوا ايه نشوف مع بعض كده واحده واحده جبنا ايه مع بعض. جبت هنا مكرونه قلم، كان ب17 جنيه ونص. اي كيلو مكرونات عموما كانت ب17 ونص، الشعرية برضو ب17 ونص. فبقى في كيلوهات وفي يعني كيلوهات يعني، وفي هنصص وفي هزيد وفي اقل. يعني هو كان بيعبي كده ايه، يعني بالبركة كده زي ما يجي. ما كانش بيعبي النص نص لان كان زحمة وفي ناس كتير، فبيعبي لك ويجي بقى 700 جرام 600 جرام. انت عايزة كيلو يجي كيلو 900 جرام، كيلو 200 جرام، فبتحاسبي على حسب ما بيطلع على الميزان السعر. وده بانيه. انا كنت مفكرة ايه، بانيه اللي هو بانيه عادي، فراخ بانيه ومعمولة، بس طلع مفروم اللي هو البانيه المفروم. بس والله برضو طعمه ايه يعني حلو، يعني اللي هو تبقى عايزة حاجة سريعة وكده، بس مش لوحده، لكن لما بتعمليه في الكريب وكده بيبقى حلو. فانا جربته في الكريب بصراحة عجبني يعني. طبعا مش زي البانيه العادي، بس حلو يعني على قد سعره. والكيس ده كان ب60 جنيه. والبرجر ده برضو كان سعره حلو، في قلبه 30 قطعة. هو ايه والله، عارفين يعني ايه، مش اللي هو الغالي بقى في قلبه 10 قطع و8 قطع ومش عارف ايه. لا ده تقريبا كان ب70 جنيه او ب60 جنيه، 65 حاجة كده، و30 قطعة وعادي بقى، يعني على قد الايد. وهنا الزبادي، البنات شبطوا فيهم وعايزين ياكلوا زبادي وكده. احنا كنا جايبين ال4 علب دول، اللي هي العلبة الكبيرة شوية. ال4 كانوا ب15 جنيه، يعني ما كانش عليهم عرض ولا حاجة. ففتحت لهم كده كل واحد علبة. ودي بقى بوريكم الشعرية. وهنا ده الكاتشب كان معاه العرض اللي هو الصغير ده. كانوا هما الاتنين دول ب61 جنيه. والمكرونات عموما بقى الشعرية كل اللي انتوا بتشوفيه ده ب17 ونص. اللوبيا دي كانت، يا ربي اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، كانت تقريبا ب35 ب30، مش فاكرة بصراحة.
اللي عايز يعرف الاسعار بالظبط يرجع للفيديو بتاع الاسعار بتاع مول العابد، خدتكم انا جولة ووريتكم، هيعرف كل حاجة سعرها كام بالظبط. والعدس ده كان ب35 جنيه الكيلو، والعدس بجبة كان برضو ب30 تقريبا، وكيس البقسماط ده كان ب13 ب15 حاجة كده. المهم ان الحاجات دي طبعا يعني ايه تقضي الغرض كده معايا، تقعد بقى لرمضان ما تقعدش عادي، انا جايباها كده ايه اللي هي استهلاك يعني ملتزمات البيت. تعالوا اوريكم بقى عملت انا ايه. ودي بقى يا بنات المكرونات اللي انا وريتها لكم وقلت لكم ان انا جبتها يعني من مول العابد وكده، كانت في الاكياس زي ما انا وريتها لكم كده. فانا دي عبيتها يعني، انا معبيها اصلا يعني مفضيه في قلب العلب دي من بقالي شويه. فانا بصراحه ما عنديش ايه، انا وريتكم على فكره الحاجات دي وانا معبيها يعني كده في قلب فيديو قبل كده، يعني اتفرجوا على الروتين او الروتينات اللي فاتت هتلاقيني ايه ان انا موريها لكم يعني. المهم انا ما عنديش المنظمات او العلب اللي هي ايه بتبقى شكل واحد. فانا عندي بقى لو علبة زي دي مثلا كان فيها سمنة خلصت بعينها، دي برضو علبة كده عادي اللي هي بتيجي مع اللطقم وكده. دي برطمان، ده برطمان ازاز بتاع مربى. التاني ده برضو برطمان عسل. دي علبة برضو عندي يعني. دي علبة كنت بشتري حاجة يعني من واحد بتاع جملة وكده، وقلت له ينفع تديهولي، قال لي اه يعني عادي وكده فخدته. فكده فاي حاجه بتفضى بقى فبعبي فيها. دي بصراحه هي بصوا، دي كنت شاريه في مره قالب زبده كريستال كان طالع معاه العلبه دي. فكسرت المكرونه اللي هي الاسباجيتي دي نصين كده كده، انا بكسرها يعني لما باجي اسويها، وحطيتها فهي يدوب على قدها يعني وهي متقسمه نصين. ودي حطيت فيها القلم، ودي حطيت فيها المكرونه. طبعا انا استخدمت منها يعني هي كانت ملانه، فانا استخدمت منها المكرونه اللي هي الصغيره بتاعه التحمير. ودي برضو اللوبيا او الفاصوليا. المهم ان انا يعني انا عرفتها وسالت عليها كتير هي اسمها ايه، بس انا بنسى فايه انتوا بعرفوا هي اسمها ايه. المهم ان انا معبيها برضو هنا كده. البرطمان ده كان برطمان سمنه، كان سمنه يعني كده كنت جايباه في التموين، فغسلته برضو واستخدمته. وده عدس برضو كانت ملانه وخدت منه ايه ربع كيلو استخدمته. وده عدس بجبه، لسه العدس بجبه لسه مستخدمتهوش. ودي بقى ده بقى برطمان ايه مربى بقى، ومربى ايه مش اي مربى، ده مربى الفراوله العيش يعني، دي المربى الفراوله اللي انا بحبها بموت فيها. بس ودي شعريه بقى وبرده كان ملان واستخدمته. وانا بحط على فكره انا بكتر الشعريه في الرز يعني شايفين ما شاء الله يعني. يعني حبه الشعريه دول انا مستخدماهم في مره، فانا بحب الشعريه اصلا في الرز يعني بكترها. بس فقلت برضو ايه موريهم لكم عشان تعرفوا ايه ان انا عبيتهم ازاي وكده. ودول طبعا كان الجو يعني شتا وبيقولوا ان الجو هيشتي تاني شويه فسايباهم انا بحطهم. المهم ان انا كنت هعبيهم كده فقلت اوريكم برضو انا حطاهم في الضرفه هنا، يعني الضرفه هنا مع السمنه والزيت والحاجات. ولو الجو حرر قوي او حاجه وحسيت يعني بصراحه ان هم بقى يبقى فيهم صوص او الحاجات دي او يبوظوا او كده، ممكن ابقى ادخلهم التلاجة مش عارفة بصراحة. فلو حد بيشوف يعني وعارف المعلومة دي ممكن يقولي في الكومنتات ان عادي اسيبهم في ضرفة المطبخ واقفل عليهم كده عادي، ولا لازم انا انقلهم التلاجة عشان الجو حر مثلا ولا ايه مش عارفة يعني، ممكن حد يقولي يعني. وما تكسروش يعني اكتبولي في الكومنتات كده عشان تعرفوني بس يعني مش اكتر. بس هرصهم بقى كده مكانهم تاني، ارجعهم مكانهم هنا مكان ما انا جايباهم، ارصهم بقى وارجع لكم تاني. وده الزيت اللي هناك ده الزيت ايه المستعمل، زيت سمك وحاجات زي كده. وهنا برضو حاطه ايه الخلاط بقى والكبه والعلبه دي معبيه فيها ايه مرقه الدجاج برضو. ده برطمان برضو اهو، بس مش فاكره يعني بصراحه البرطمان ده كنت جايباه منين او كان بتاع ايه مش فاكره. تقريبا لما كان جوزي في الجيش كان جايبه معاه من الجيش او حاجه زي كده يعني مش فاكره بصراحه. المهم ان انا حاطه فيه ايه مرقه الدجاج كده برضو. بس شايفين انا لسه طبعا منضفه قريب الظرف من جوه ورصه فيها ايه الحاجات اللي فوق دي كده يعني، ما كانتش منظمه يعني. المهم اني بعد الفيديو ده على طول هوريكم بقى الروتين اللي انا نضفه اخر تنظيفات في المطبخ وكده. تعالي ايه اما ناخد لمحه كده لمحه بسيطه. شايفين نضفت الدنيا والمواعين مغسوله وكله. المهم عشان ايه ما نحرقش الفيديو اللي بعد ده،
استنوا الفيديو اللي بعد ده واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتشوفوا الفيديوهات اللي جايه عشان هتبقى جميله قوي ان شاء الله باذن الله. ونعمل بقى فيها تنظيفات رمضان وكده. مش فاضل بس في المطبخ غير ان انا انضف التلاجة من جوه وافرش المفارش دي فيها. لسه شاريه المفارش دي، هي بتبقى على بعضها يعني كده 4 وحدات. كنت شاريه انا قبل كده كانوا 4 ومعاهم واحدة صغيرة شوية كده لباب التلاجة مكان البيض، بس دي مش معاها، دي معاها بس هما ال4 دول، فحلوين يعني. بس المهم بقى ما تنسوش يا بنات، يعني اللايك مش هيفرق معاكم انتوا في حاجة ولا التعليق، بس هيفرحني انا بصراحة. فانتوا ما تنسوش بقى تحطولي كده لايك وتشتركوا في القناة عشان تفرحوني. وكل واحد ان شاء الله باذن الله يشترك في قناتي ربنا يفرحه زي ما هو فرحني. ويلا بقى باي باي، تصبحوا على خير. احنا دلوقتي على فكرة بالليل عشان تقدروا تعبي، بس والله العظيم عشان انا بصراحة يعني والله العظيم باجي على نفسي في حاجات وبتعب، عشان متفائلة خير ان شاء الله بإذن الله، ان ربنا يكرمني في قناتي ان شاء الله بإذن الله. المهم يعني احنا دلوقتي الساعة 3:30 الفجر بالظبط، او داخلة على 4. وكنت خلاص يعني بنام خلاص، يعني نيمت البنات بناتي وكنت خلاص هنام. قلت لا اما اقوم ايه اوريكم انا حاطه المكرونه ازاي ومعبياها والحاجات دي كلها. بس فيلا بقى ما تنسوش كده تستنوا الفيديو اللي بعد دوت، عشان كنا نضفت فيه المطبخ تنظيفه عميقه، تنظيفه جامده جامده جدا، وكانت صدمه عمري يعني بصراحه. المهم استنوا، يلا باي باي بقى.